أهلا يا أساطير، النهاردة معانا حلقة جميلة جدا من الأنمي الحلو بتاعنا. مطولش عليكم ويلا نبدأ الحلقة. في الناحية التانية بتفتكر ليزا لما خرجت مع عمها في رحلة وسط الجبل ومعاهم حراسة وهجم عليهم تنانين مجنحة وخلصت على الحراسة وقتلوا عمها ورموه في المية. وبتخرج بعدها مع ألين وبياتريس يتمشوا في قرية تانية غير اللي كانوا فيها، وعدد الناس اللي في القرية دي قليل جدا علشان كده بيميزوهم بسرعة وبيعرفوا انهم اغراب. وبيتفاجئوا باهل القرية وهم بيزينوا الشوارع وبينظموها، فبيسألوا الناس في الشوارع عن ايه اللي بيحصل، والناس بيقولوا لهم ان ده مهرجان سنوي بيتعمل في القرية ويعتبر عادة من عادات القرية والكل بيحتفل اليوم ده من كل سنة. فبتسألهم ليزا عن واحد لابس درع فضي سمعوا انه كان ماشي وسط القرية، فجم يسألوا عليه، لكن اهل القرية ما بيعرفوش حاجة عنه وبيعتذروا لهم انهم مش قادرين يساعدوهم. فبتعرف بياتريس ان الخبر اللي وصلهم ما كانش حقيقي وكان اشاعة. فبيرجعوا بعدها لبيت نويل بعد ما سألوا عليه في نقابة المغامرين، لكن هما كمان ما يعرفوش عنه حاجة. وبتفتكر نويل الراجل اللي كان بيزورها باستمرار وكلمها عن الشبح اللي بيظهر في قرية بعيدة، وتقريبا الراجل ده من العائلة المالكة لكنه بيكره العائلة بتاعته وبيلبس درع فضي عليه دم وبيمشي بين القبور. فبتحاول بياتريس تخبي عليهم انها بتخاف من الاشباح، لكن مش بتعرف وبتصرخ لما بتتخيل شكله. وبتقرر ليزا انهم يرجعوا القرية ويدوروا عليه تاني، وبيمشوا في القرية لحد ما بيوصلوا للمقابر. وبيفتكر ألين كلام نويل قالت له انه بيمشي بالليل بين المقابر، فبتقترح عليهم يدخلوا يفتشوا المقبرة اللي قدامهم. وفجأة بيظهر وراهم راجل من أهل القرية لكن شكله عادي، ولما بيسألوه بتعمل ايه هنا بيقول لهم انه كان بيتمشى في المقابر ولقاهم قدامه، وبيوديهم لبيت حد من أهل القرية وبيعرض عليهم يباتوا عنده ويحضروا المهرجان اللي هيتعمل تاني يوم. وبالليل بتحلم ليزا بعمها وهو لابس درع فضي وبيقول لها إن هو خارج في مأمورية حربية، وبيوصيها تكون طيبة وتساعد الناس طول الوقت. وفجأة بتصحى ليزا على صوت جاي من الشارع، فبتخرج تبص من الشباك وتتفاجئ بعمها وهو لابس الدرع الفضي وواقف تحت البيت. فبتنزل من البيت بتجري علشان تلحقه جوه المقابر، لكن للأسف بيختفي منها ومش بتلاقيه له أثر. وفجأة بتخرج ايد من جوه الأرض بتمسك رجلها، وبنعرف إنها ايد زومبي وعددهم بيزيدوا بيحوطوها، وليزا مش بتعرف تتصرف ازاي، لكن ألين بيصحيها من النوم وبنعرف إن ليزا كل ده كان حلم مش حقيقة. وتاني يوم بيجي ميعاد المهرجان السنوي للقرية وكل أهل القرية بيخرجوا جنب المقابر وبيولعوا نار وبيلبسوا لبس شياطين وبيقعدوا يحتفلوا. لكن بياتريس بتقول لليزا إن الاحتفالات دي محرمة في مملكتهم، بس بما إنهم مش بيأذوا حد فهتسيبهم يحتفلوا براحتهم. وبيروح لهم الراجل اللي قابلوه امبارح في المقابر وبيعرض عليهم يروحوا يحتفلوا معاهم، فبيروح ألين وبياتريس وبيسيبوا ليزا لوحدها. فجأة بتسمع ليزا صوت عمها بينادي عليها من وسط الناس، لكن بتشوف ظهره مش وشه، وبيمشي ناحية المقابر فبتمشي وراه لحد ما بيوصلوا لوسط المقابر وبيقول لها انك تيجي لوحدك هنا دي مغامرة خطيرة ما كانش المفروض تعمليها. فبتسأله انت ازاي عايش طول الفترة اللي فاتت دي، رحت فين والحراس دوروا عليه كتير في وسط المية ومحدش لاقاله أثر. تتفاجئ ليزا لما بيقول لها انه كان مستخبي بعيد علشان بيكره العائلة الملكية، وكان نفسه يخلص على اخوه الكبير اللي هو ابو ليزا، خاصة بعد ما عرف ان ابوه عايز يقتلها وطول الوقت بيدوروا على الناس اللي عندهم موهبة فطرية علشان يخلصوا عليهم. وليزا عندها الموهبة الفطرية دي، والمواهب الفطرية دي زي قوة سحق التنانين اللي عند ألين، وقوة صنع الأسلحة اللي ملهاش مثيل زي نويل، وقوة مضاعفة قوة الجنود وتحقيق المجد للدولة اللي عند عمها، وقوة قراءة المواهب اللي عند كبير الحكماء، وقوة ليزا اللي بتعالج الناس بيها. وبيعرض عليها عمها تحط ايديها في ايديهم ويتحدوا علشان يخلصوا على الملك، لكن ليزا مش بتوافق وبتفكر في طريقة تتكلم بيها مع ابوها تقدر تقنعه بيها غير انهم يخلصوا على بعض. وفجأة عمها بيطير في الجو بيقول لها لو ما اتحدتيش معايا هخلص عليكي علشان ما يستغلكيش ضدنا، وبيهجم عليها بالسيف علشان يموتها. لكن ألين بيوصل في الوقت المناسب وبيحط سيفه قصاد سيف عمها. فبتسأله ليزا انت جيت ازاي، فبيقول لها ان هو كان مراقبها من ساعة ما مشيت وحدها. وبيعرض عليها عمها ما تتدخلش، خاصة ان كان خطيبها زمان والخطوبة ما كملتش.
لكن ألين بيقول لها إن ده مش وقت كلام ولازم ترجع عمها ألفريد لحقيقته، وبيستخدم تعويذة عنده على ألفريد وبيرجعه لحقيقته بعد ما كان في حد مسيطر عليه. ولما ألفريد بيصحى بيعتذر لليزا إنه رفع سلاحه عليها، وبيعرفها إنه كان في حد مسيطر عليه طول الفترة اللي فاتت دي، لكن مش الملك نفسه اللي مسيطر عليه، واللي كان متحكم فيه هو الشيطان اللي الملك مسلطه عليه. لكن بيأكد لها ان هو كمان بيكره العائلة الملكية لان اخوه الملك الصغير، وكان بيحاول طول الوقت يثبت ولاءه للملك، ومع ذلك في ناس اتدخلت بينه وبين اخوه الكبير وقدروا يقنعوا الملك ان ألفريد عايز يخلص عليه ويسرق العرش منه. فقرر ألفريد يتخلى عن القيود الملكية وكون فرق من الجيش دربهم بنفسه وبدأ معاهم من الصفر، وبقى هو نائب قائد فرقة الفرسان في الجيش. وبيطلب ألفريد من ألين ياخد باله من ليزا، لكن في الأول عايز يدخل معاه في مبارزة علشان يطمن إنه هيقدر يحميها. فبيوافق ألين وبيدخلوا في مبارزة قوية مع ألفريد وبيهزمه. وبيرجع بعدها ألين للبيت وبيقابل كبير القرية اللي استضافهم، وبيعرف إن أهل القرية كلهم زومبي، وكبير القرية هو اللي مسيطر عليهم. فبيؤمر كبير القرية الزومبي يهجموا على ألين وبيتحكم فيهم بخيوط طالعة من دماغهم، لكن ألين بضربة واحدة بيقسمهم كلهم نصين وبيخلص عليهم. وبياخد الحجر اللي كسبه بعد موتهم، وبيعرف انه حجر قوي جدا خاصة ان فيه قوة ألفريد. وبتتفاجئ ليزا ان القائد العسكري ما ماتش ورجع تاني وبعت لها رسالة. وفي الناحية التانية بنشوف الملك وهو بيتكلم مع الشيطان وبيقول له انت فشلت المرة التانية، لكن المرة دي بيقدروا يخطفوا كبير الحكماء وبيبقى تحت ايدهم. وبيفتكر بريت لما كان صغير وامه ماتت، وكانت هي الوحيدة اللي بتحبه وبتعطف عليه بعكس ابوه اللي معاملته معاه كانت دائما صعبة. وكان دائما بيسمع الناس اللي بيتكلموا عنه وحش وبيتكلموا عن ألين كويس وبيقولوا عليه أشطر منه. من وقتها وهو بيكره ألين وبيتعصب عليه علشان شايفه أشطر منه في كل حاجة. وبيصحى بريت من النوم مفزوع على كابوس وهو بيتخانق في ألين، فبيروح لأبوه الملك وبيلاقيه بيضحك وهو بيقرأ رسالة في إيده بيقوله إن الوقت جاء علشان ينتقموا من أعدائهم ويخلصوا على المملكة. فالحقد بيملأ قلب بريت وبيقول له إن أنا الوحيد الأحق بحكم المملكة. وبيخرج بعدها الملك على الناس وجنبه كبير الحكماء، والناس بيستغربوا ازاي الاتنين واقفين مع بعض وهما بيكرهوا بعض من زمان. لكن الملك بيكون متحكم في كبير الحكماء وبيجبره يقول للناس انه كان بيكذب عليهم طول الوقت، والملك هو اللي كان معاه حق. والمواهب اللي عندهم كانوا بيدوها لهم علشان يتحكموا فيهم، علشان كده لازم كل واحد يرجع الموهبة اللي الحكيم عطاها له علشان يعيش حر. فالناس بيسألوا نفسهم ازاي الكلام ده حقيقي والمواهب عطتنا قدرات كبيرة وطول الوقت بيستخدموه علشان يحموا المملكة، فازاي فجأة عايزينهم يتنازلوا عنها للملك. وبيفاجئهم الملك انه عنده اجابات لكل اسئلتهم، بيخرج عليهم بريت وبيصنع تنين سحري ضخم من الحجارة، وبيطمنهم ان هو مش هيأذيهم وصنعه مخصوص علشان يكون حماية ليهم. وقوته بتساوي قوة 10,000 جندي وما عندهوش أي نقاط ضعف. والناس بيصدقوه علشان بريت هو القائد العسكري، فأكيد مش هيكدب عليهم. لكن برضو الكائن ده مش هيكون بديل كافي للمواهب اللي عندهم، لكن بريت وكبير الحكماء بيجاوبوا عليهم وبيقولوا لهم طالما بريت بيتحكم فيه عن طريق الخيط اللي في ايده فقوته هتتضاعف وهتبقى أقوى من مواهبهم. فبيسأل واحد من الناس لو بريت مات هيعملوا إيه وإزاي يتحكموا في الوحش ده وقتها. فبيخرج عليهم واحد متنكر وبيقول لهم بريت إن ده هو الحل اللي كنت مخبيه عليكم طول الوقت. فبيخرج عليهم واحد متنكر وبيقول لهم بريت إن ده هو الحل اللي كنت مخبيه عليكم طول الوقت، وبيشيل الرداء اللي مغطيه. فالناس بتتفاجئ إنه شيطان، وبيستوعب بريت إنهم خايفين منه، لكن بيطمنهم إن هو عمل معاه معاهدة تعاون مشترك، وهو اللي كشف لهم حقيقة إن المواهب ملهاش لازمة. ومن هنا ورايح قوتهم هيستمدوها من الشيطان وهتبقى هي البديل للمواهب بتاعتهم. وبيخطب فيهم بريد بصوت عالي وبيقول لهم لازم تتخلوا عن مواهبكم وتبقوا أحرار. والناس بتهتف باسم بريد وبيحسسوه بقيمته وبيتملك في شعور النرجسية وبيحس إن هو أهم إنسان على الأرض والناس كلهم محتاجينه. لكن بيلاحظ بعينيه ان اخوه الكبير ألين واقف وسط الناس، فبيتعصب عليه ومش بيعرف هو بيعمل ايه وسطهم.
في الناحية التانية بنشوف نائب القائد وهو ماشي مع جنوده في الشارع، وبيطلع عليهم الشيطان وهو متنكر وبيعرض عليهم يسلموا مواهبهم، وبكده هيبقوا أحرار، وبيأكد لهم إن الحكماء عطوا لهم المواهب دي علشان يسيطروا عليهم، لكن نائب القائد العسكري بيرفض يسلمه موهبته، بيقول إن هو فارس وهيقدر يدافع عنها هو وجنوده، لكن الشيطان بيخلص على جزء من الجنود وبيعوره وبيتحرك وسطهم زي الهوا من غير ما يشوفوه، وبيقول له إن مش هيقدر يواجه ولا يقف قصاده، علشان كده لازم يسلمه موهبته من غير منافسة. وفجأة بتظهر بياتريس من وراهم وبتقول للشيطان إن هي كمان فارسة، والفرسان مش بيمشوا ورا الكلام ده ولا بيخافوا من التهديدات.